يعني لمجرد أن تعقد نية على صلح مع الله بتحس براحة نفسية عجيبة، بتحس هموم كالجبال انزاحت عنك، بتحس هموم كالجبال انزاحت عنك. معنى ذلك لما فكرت أن تتقرب إلى الله رأيت النتائج والرد الإلهي قريب جدا. أيها الإخوة، الإنسان التافه يعيش لشهواته ومصالحه، والإنسان المؤمن يعيش لمبادئه وأهدافه. مرة ذكرت خامس مهندس بالعالم هو الذي صمم جسر اسطنبول الأول المعلق بالحبال، يقطعه في اليوم 400 إلى 500 ألف سيارة. أثناء افتتاحه المهندس المصمم ألقى بنفسه في البسفور، وذهبوا إلى غرفته بالفندق، كتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. أنا علمتني هذه القصة أن الإنسان بلا هدف تافه، هدفه أكل، شرب، مكانة، تجميع أموال. ما دام لم يصل لهدفه يشعر بحالة مريحة. بعد أن يبلغ هذا الهدف محدود الهدف، أخطر فكرة أقولها دائماً: أنت مصمم من قبل الخالق أن تختار هدف لا نهائي، فإذا اخترت هدفاً نهائياً وبلغته بدأ شقاؤك. حياة مملة. الغرب لماذا انحرف؟ مللاً، سأماً، أراد المال بلغ المال. اسأل واحد معه ملايين مملينة كيف عايش؟ مالل، أكل لشبع، بيته أحلى بيت، مركبته أحلى مركبة، وبعدين في فراغ بالنفس البشرية لا يملأها إلا الإيمان بالله. قد تكون أقوى إنسان، قد تكون أذكى إنسان، قد تكون أغنى إنسان، في فراغ لا يملأه إلا الإيمان. فلما الإنسان يملأ هذا الفراغ بالإيمان ترتاح نفسه. لذلك الإنسان بلا هدف، بلا رسالة، إنسان تافه، وإنسان عنده إحباط عام، كل أنواع الشقاء. بعدين القرآن كريم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: أتتك آياتنا فنسيتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان حينما يعرض عن الله عز وجل تبدأ متاعبه. ويوم القيامة: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني واحد دخل على النبي الكريم فهش له وبش وقال: أهلا بمن خبرني بقدومه جبريل. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. الآن الذين شردوا عن الله، الذين ما ملكوا همة عالية تقربهم إلى الله، كيف هم في القرآن الكريم؟ والله شيء لا يصدق. قال: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام غير مكلفة، هم أضل من الأنعام. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لك بالملايين المملينة يقول لك السوق مسموم، ما بينعاش بهالبلد. شو ناقصك؟ كل شيء عندك، ما في شكر. لأنه ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تلاقي مؤمن ساكن ببيت 60 متر، دخله محدود، زوجته أقل من الوسط، يقول لك الحمد لله الله مفضل. بتلاقي المؤمن على ضعف حياته، على فقره،
شاكر لله عز وجل. يعني الآيات تتحدث عن الذين شردوا عنه شيء مخيف. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. أبلغ من ذلك، كأنهم خشب مسندة. يعني في حياة القلب. دقق في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. الآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرق كبير بين المعيشة وبين الحياة. أسأل أنا أحد الإخوة الكرام: أنت عايش أم حي؟ إن كان من أهل الدنيا عايش، أما إن كان مؤمنا أنا حي بذكر الله، حي بمعرفة الله، حي بطاعة الله، حي بعمل صالح. الآن ألقيت كلمة في حفل، قلت إنه هي الدعاء الشريف: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. معنى الأمة المرأة، ابن عبدك يعني ابن والدي، وابن أمتك وابن والدتي. فالأمة المرأة. ضع همزة فوق الهمزة، ضع ضمة فوق الهمزة وشد على الميم. كانت أمة أصبحت أمة. إن إبراهيم كان أمة. المؤمن له أعمال صالحة كثيرة في قلوب الخلق. يعني المؤمن له أعمال جليلة، الله عز وجل يرزقه عملا صالحا يرقى به عنده. إن إبراهيم كان أمة. فلذلك بين أن تكون فرد، بين أن تأتي الله يوم القيامة ومئات ألوف يثنون عليك من أعمالك الصالحة، يعني أنا بتمنى يكون لك عمل يتجاوز مصالحك. جميع الناس، معظم الناس أعمال تصب في خانة مصالحهم، بتصب بنجاح عمله، بنجاح دخله، بضبط مركزه. لكن الإنسان بحاجة لعمل صالح ما له علاقة بمصالحه إطلاقاً. أيها الإخوة، لذلك الآن الموضوع الدقيق في هذا الجزء الثاني من علو الهمة: كيف نرتقي بهممنا؟ الحقيقة العلم وحده يرقى بهمتك. يعني أيام نسهر مع بعض الإخوة الأطباء، في طبيب تقدم له بعض الحلويات يرفضها أشد الرفض. يعني مرة عاتبوه، قال: والله أحبها أكثر منكم، أما أنا عملي بجراحة القلب، حينما أرى الشرايين كلها مسدودة وكل واحد حينما يفاجأ بالقسطرة أنه في 5 شرايين مسدودة من الدسم، من المواد الدسمة، فبيكره الحلويات كراهة عقلية. فمعناها لما إنسان بيكون علمه عالي، العلم يدفعه إلى حب وكراهية جديدتين. في حب حسي وكراهة حسية. الأكل الطيب طيب، بس في أكل صحي. الأكل الصحي أقل مذاق من الأكل المؤذي. فالإنسان بعقله أحياناً بيكره شيء. الأيام طالب هدفه يأخذ الأولى في الجامعة، بيلغي السهرات، بيلغي النزهات، بيلغي اللقاءات، أشياء محببة، لكن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فمن أين تأتي علو الهمة؟ من العلم. أيام تلاقي الطبيب يعقم الخضروات تعقيم غير معقول، أنه أنت علمك غير علمه. حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن عدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار ببالغ بغسلها. فتأتي علو الهمة من العلم. لذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم،
وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، طبعا لا شك أن همه بها غير همها به، همت أن تغريه، أما هم بدفعها. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أنه هم بها، يعني بدأ بالاستجابة لها، مستحيل. ولقد همت به وهم بها، همه بها غير همها به، لأنه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الواحد لو شاهد أفعى بغرفة، هي همت أن تلدغه وهم بقتلها، همه بقتلها لا بالاستجابة لها، مستحيل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في تفسير لطيف جدا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لذلك أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياتنا الرؤية. الذي يسرق ماذا رأى؟ في 7 أشخاص سرقوا من يبرود صائغ وأخذوا الذهب وقتلوا، وبعد أعتقد شهر شنقوا جميعا في المكان نفسه. هم حينما أقدموا على سرقة هذا الصائغ وقتله، هل رأوا أنهم سيشنقون هنا؟ لا، رأوا أنهم سيغتنون. إذن كل الخطر بالرؤية. ماذا ترى؟ دقق الآن. المؤمن يلقي الله في قلبه نورا يريه الحق حقا والباطل باطلا. أقوى آية بها المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم ملك رؤية صحيحة. لذلك لا شيء يرفع همتك، لا شيء يقوي إرادتك كطلب العلم. بالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. إذن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إنسان أيام يعرض عليه مبلغ فلكي مقابل أن يكتب الوفاة طبيعية، هي الوفاة جريمة، أيام بيقول له 50 مليون. إذا من وفاته جاء 1000 مليون يدفعوا 50 مليون. فالمؤمن لو 100 مليون عنده رؤية لا يمكن يتكلم بغير الحق. غير المؤمن تضعف همته، يدفع ثمن عمله. مرة كنت آتيا من حلب في أيام الشتاء القارسة والأمطار كأفواه القراب، وجدت رجل يمشي يركض في العدوي في الشارع. قلت الشام فيها 5 ملايين، معظم سكان الشام جالسين حول المدافئ يأكلون ويشربون. هذا كم هي القناعة في ذهنه حتى في هذا الوقت العصيب في الأمطار الشديدة يمشي ويركض. في رجل اسمه جيفري لانغ، هذا أكبر ملحد بأمريكا، أستاذ الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. ففي أستاذ له أرسل له طالبة شرق أوسطية في أيام الصيف الحارة محجبة حجاب كامل وتحضر دكتوراه في الرياضيات. فبيقول هذا جيفري لانغ الملحد، قال هذه الفتاة بهذه الثياب في عندها قناعات بأعلى مستوى جعلتها ترتدي هذه الثياب مع أن كل الفتيات شبه عرايا. قال تهيبت أن أحدق في وجهها ورغبت أن أقدم لها كل خدمة، وعكفت من يومي على قراءة القرآن، لكن بنية أن يرى الأخطاء. وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
اتصل بصديقه موريس بوكاي بفرنسا، قال له: أنت ألفت كتاباً تقول إن القرآن كتاب مقدس، تفضل، هي خطأ. فكيف هذا كيف فرعون نجاه الله ببدنه؟ فأجابه موريس بوكاي، قال له: هذا الرجل رممت جسده بنفسي، هذا أرسل من القاهرة إلى باريس لترميم جثته، هذا فرعون موسى الذي مات غرقاً وآثار الملح في فمه. فهنا أيقن أن هذا كلام الله، والآن من كبار الدعاة بأمريكا. لذلك قالوا: استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. كان أكبر ملحد هذه الفتاة المحجبة، قال في عندها قناعات متميزة حتى لبست هذه الثياب. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما تكون قناعاته عالية جداً يسلك سلوك مختلف عن بقية الناس. إذن أحد أكبر أسباب علو الهمة العلم. الآن في عنا سبب آخر، كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً. في أهداف محدودة، أهداف تنتهي. هدفه الأكبر شراء بيت، اشترى بيت. هدفه الأكبر يتوظف، توظف. هدفه الأكبر يصير غني، صار غني. الأهداف الدنيوية لا تجعل للإنسان ذا همة عالية. أما أهداف كبيرة، لو واحد أراد أن يقدم لأمته شيئاً، أن يحل مشكلة أمته، في مشاكل البطالة، مشاكل العنوسة، مشاكل الجهل، مشاكل الانحراف، فإنسان أراد أن يحمل هم أمته، فكلما كان همه كبيراً كانت همته كبيرة. أخواننا الكرام، المقولة الرائعة: علو الهمة من الإيمان. لذلك صاحب أصحاب الهمة العالية، لا تصاحب أصحاب الهمة الدنية. أيام بتعيش مع واحد إيمانه قوي بشجعك، تتوق أن تكون مثله، تتمنى أن تفعل الخير، تتمنى أن تحفظ كتاب الله، تتمنى أن تكون داعية إلى الله. صاحب أهل الشهوات تثبط عزائمك، تشتهي أن تكون في معاصيهم. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مرة أخ أثناء الدرس على خلاف المألوف وقف، قال لي: بنسمع الدرس بنكون بحالة مريحة جدا، نغادر إلى البيت نعود إلى ما كنا عليه، أين المشكلة؟ الله ألهمني جواب مختصر، قلت له: غير الطقم تبعك، بدك تغير طقم الأصدقاء. ما دام عايش مع أناس ماديين دنيويين شهوانيين بيثبطوا لك كل عزايمك. كن مع المؤمنين. وأنا أول ما أسأل عن هالموضوع، الواحد سألني على الهاتف أنه أنا عندي مشكلة، بقول له: صاحب المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبقول له الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن صاحب أصحاب الهمة العالية. شيء آخر من علامات أصحاب الهمم العالية، الدنيا عندهم صغيرة ليست كبيرة، يعني ما له مستعد يعصي الله لو تعطيه مليار. الدنيا صغيرة، صغيرة أمام طاعة الله عز وجل. شيء آخر، أصحاب الهمة العالية لا يتأثرون بالبيئة إطلاقاً. هلأ نحن أحياناً تلاقي نساء المسلمين تحت رحمة مصمم أزياء فرنسي، قد يكون يهودي، تحت رحمة مصمم أزياء، أي تصميم للأزياء يتبعه نساء المسلمين. هذا من ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان يتحرك بقناعاته. أما إذا قذف الله في قلبك السكينة أو أذاقك حلاوة الإيمان، تعيش حياة والله الذي لا إله إلا هو، تنطوي على سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. أنا أصدق ملكاً واحداً اسمه إبراهيم ابن الأدهم، كان ملكاً
ثم أصبح عارفا بالله، قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، لأنه كان ملكا ولأنه يعلم ما عند الملك، الدنيا كلها بين يديه. فلذلك 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في أوامره ورسوله في أوامره، إذا تعارضت مع مصالحه آثر جانب طاعة الله ولم يعبأ بمصالحه، عندئذ دفع ثمنا باهظا وسلعة الله غالية، عندئذ يذوق حلاوة الإيمان. وإن لم تقل، إذا لم تقل أنا أسعد الناس بكل الظروف، مع إقبال الدنيا مع إدبارها، قبل الزواج بعد الزواج، قبل أن يكون لك بيت بعد أن يكون لك بيت، أنت إذا وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن ما الذي يحصل؟ أنت حينما تعيش مع الناس تستنبط من حركة الحياة قوانين وقواعد، هذه القواعد والقوانين مستنبطة من حركة الناس، هذه القواعد والقوانين تتناقض مع قوانين الله عز وجل. يعني أنت إذا كنت في منصب، إذا أرضيت من هم فوقك ولم تعبأ بمن هم تحتك، تتوهم أن مركزك يقوى. هذا قانون مستنبط من حركة الحياة. أنت إذا مدحت مديحا كاذبا ولم تكن صادقا فيما تقول، ولم تنصح ولم تذكر الحقيقة المرة التي هي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، تتوهم أن مركزك في هذا العمل يقوى، والحقيقة عكس ذلك. أنت حينما تؤثر طاعة الله وطاعة رسوله ولا تعبأ بمصالحك بل تعبأ برضوان الله، يخضعك الله لقوانين لا تعرفها، إنها العناية الإلهية. يزداد مركزك قوة، وتزداد عند الله رفعة، وتزداد عند الناس تألقا. فلذلك ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنت حينما تؤثر إرضاء الله على مصالحك، أولا أذاقك الله حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة سمها سعادة، سمها سكينة، سمها رضا، سمها سرور. هذه تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك أنت حينما تطبق الكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. إذا توهمت أن التعامل الربوي أربح، وأن التأمين على المركب الكامل أريح، وأن التقسيط الربوي أيسر، لحكمة بالغة، هناك تسهيلات محرمة في الظاهر تحقق المصلحة. تذهب إلى بلاد بعيدة، إن اشتريت بيتا بالتقسيط معفى من ضرائب كثيرة والبيت ملكك، تدفع لا أجرة له، تدفع من ثمنه وأنت مالك البيت ل40 سنة أو ل30 سنة.
فكل المنطق والمصلحة يدعوك إلى أن تشتري بيتاً بتقسيط ربوي، بينما لو استأجرت بيتاً عليك ضرائب كثيرة والبيت ليس لك، بأي لحظة صاحب البيت قد يخرجك من البيت. فبتلاقي الواقع والمصلحة والمنطق أن تشتري بيتاً بتقسيط ربوي، ومن عدم الحكمة ومن عدم المرونة بالحياة ومن عدم لا تستأجر بيت. لو أن إنساناً أراد طاعة الله ولم يعبأ بمصلحته، الآن يعامل معاملة خاصة، يعامل بقانون العناية الإلهية، يعامل بتوفيق يفوق حد الخيال. واحفظوا هذا الحديث: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. الآن أنت حينما تترك شيئاً يحقق لك مصلحتك، قد ترفض منصب رفيع، لكن أن تكون في هذا المنصب لا بد من أن تفعل شيئاً لا يرضي الله، فتقول معاذ الله، الله هو الغني. الآن تخضع أنت لقانون العناية الإلهية، يعوضك الله خيراً من هذا المنصب. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه، ووالله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن يضيع عبداً آثر طاعته. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هي أول نقطة: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لذلك الصحابة وضعوا الدنيا تحت أقدامهم فكانوا أعلاما فيها. اسمعوا هذه الكلمة: إذا آثرت آخرتك على دنياك ربحتهما معا، وإن آثرت الدنيا على الآخرة خسرتهما معا. لذلك كما قلت، أنت تريد وأنا أريد، كما جاء في الأثر القدسي: فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. من ثمن حلاوة الإيمان الولاء والبراء، أن تحب المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعافاً، وأن تتبرأ من غير المؤمنين ولو كانوا أقوياء وكانوا أغنياء. قضية ولاء، الولاء والبراء هو الدين. يجب أن توالي المؤمنين، لكن لمجرد أن تلتقي مع أهل الدنيا تثني على أناقتهم وأذواقهم ولباقتهم وحكمتهم ودماستهم ولا ترى معاصيهم وخرقهم لحدود الله واستهانتهم بكتاب الله وعدم اهتمامهم بكلام الله. ترى بيوتهم وأناقتهم ونعومتهم، وتجد المؤمن فقير أحياناً، بيته غير جميل، بيته صغير، دخله محدود، لأنه شريف ما قبل أن يأخذ درهماً حراما. طبعاً لما إنسان يترفع عن الحرام ما حيكون غني، حيكون فقير. لذلك ولاءك أيها المؤمن للمؤمنين، تحبهم، تقدرهم، تقدر استقامتهم، تقدر نزاهتهم، تقدر فقرهم أحياناً. لماذا هو فقير؟ والله آلاف المؤمنين لو أنهم تساهلوا في تطبيق دينهم لكانوا من كبار الأغنياء، لكن دينهم يمنعهم. الإيمان يمنعك. إذن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الولاء والبراء. لذلك قال العلماء: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. تحب الله
إذن تحب رسول الله، تحب الله إذن تحب أصحاب رسول الله جميعا من دون استثناء، تحب الله إذن تحب المؤمنين، تحب الله إذن تحب المساجد بيوت الله. يعني مرة سألوا امرأة عن رأيها في التعدد وهي مؤمنة وأستاذ الجامعة، قالت: كيف أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به؟ ولاء للشرع، أما هي كأنثى ينبغي أن تكره التعدد، لكن ولاء أقوى من كراهيتها، ولاء أقوى من أنوثتها. الولاء والبراء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهل أنت مستعد أن تحب في الله؟ أما أن تحب مع الله، إنسان غني وقوي ومعه الدنيا بين يديه، لمجرد أن تقترب منه وأن تعلن ولاءك له يغدق عليك، تحبه. هذا حب مع الله، هذا الحب مع الله عين الشرك، حب مع الله. ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. مؤمنون لا يعدون ولا يحصون على حرف، ما دام أموره ميسرة، ما دام دخله جيد، ما دام يبجل ويعظم ويحترم ويوضع في الصف الأول، مؤمن. إذا انتقصت من مكانته عن غير قصد يدع كل دروس العلم. فهذا الذي يعبد الله على حرف، ما دام في تعظيم، تكريم، تبجيل، بكل دعوة دعي، بكل نزهة دعي، هو مؤمن. أما إذا انتقصت من كرامته من دون أن تشعر، من دون قصد، يقيم الدنيا ولا يقعدها، هذا يعبد الله على حرف. لذلك الله عز وجل قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بينما ضعيف الإيمان الذي يعبد الله على حرف، لمجرد أن رأى قريش والعرب أحاطت بالمدينة في معركة الخندق، وقد قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلذلك وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يعني هو في الأعماق لا تصرفه عن منهجه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة، أحد. هذا المؤمن. لذلك هذا المؤمن ذاق حلاوة الإيمان. يقول بعض العلماء: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. يؤكد هذا المعنى القرآن الكريم: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني أنت حينما أدعوك إلى أن تتمسك بالكتاب والسنة، الربا حرام، التأمين حرام، أنت حينما تتمسك بالكتاب والسنة وتتوهم أن هذا التمسك قد يضر بمصلحتك، لكن الله أولى أن تطيعه، ما الذي يحصل؟ تكسب الدنيا والآخرة. تكسب الدنيا لأن الله يخضعك لقوانين لا تعرفها، قوانين العناية الإلهية، والآخرة تبقى مع الله قريبا منه. لذلك لا تظن القضية سهلة، أنه أنا سأتمسك بالكتاب والسنة في أشياء محرمة عند الناس بديهية لا بد منها. في معاملات تجارية، معاملات ربوية، معاملات اقتصادية، كلها تخضع للحرام، لكن الناس كلهم هكذا، بلوى عامة. عندئذ أنت وضعت يدك على حقائق الإيمان ولم تذق حلاوة الإيمان، صار الدين عبء، قيود وحدود. يا أخي ماشي الحال، ما لك مرتاح. أما حينما تطيع الله طاعة
كما أراد الله تذوق حلاوة الإيمان، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. أنت حينما تنعقد صلتك بالله عز وجل وتذوق حلاوة الإيمان تعلم كم كنت شقيا قبل أن تؤثر طاعة الله على حظوظ نفسك. أما هي شو بدنا نساوي؟ والأمر هذا بلوى عامة، والأمر هذا مضطرين، والأمر هذا في فتوى. في واحد بمصر أفتى يا أخي، فمرة سئلت عن هذه الفتوى قلت لهم لا تجد عالما في العالم الإسلامي من القطاع الخاص يفتي بالربا، يكون قطاع عام. أيها الإخوة، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار.